السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا النهاردة كده الفيديو هيبقى بتاعنا. الفيديو ده مش خاص بيا. أولا هو عند الفراخ وكل حاجة، بس هو مش خاص بيا، هو خاص بواحدة جارتي. وقالت لي والله قالت لي اتصلت بي وقالت لي الحقيني بسرعة، الطيور بتاعتي بتموت والحمام بتموت وكل حاجة بتموت عندي، الحقيني بسرعة. انا هجيب لكم طبعا مقطع من عندها، هي ما بعتتليش الا الحمام دلوقتي، لسه ما بعتتليش الطيور. طبعا دي اختي وحبيبتي وجارتي كمان، واكتر من اكتر من اختي ليا. يعني هنا الحمد لله يا جماعة، كل جيراني انا معاهم على طول. بقول لهم على وصفات لطيورهم، وما شاء الله حلوة جدا جدا معاهم الوصفات. طبعا انا لسه فوق البيت بتاعي. بتكلم اهو، هقدم لها برضو الوصفة بتاعتها، هقدم لها الوصفة اللي هي ان شاء الله هتخف الحمام بتاعها بإذن ربنا. بس الاول عاوزاكم تشوفوا مقطع من الحمام بتاعها، وتشوفوا الحمام ازاي بيلف براسه، وازاي تعبان. ده بيبقى يا جماعة، الحمام ده اللي بيلف بالراس ده بيبقى التهاب كبدي وبائي، او تجلط في الدم. ده بيقضي على الحمامة، بيخلي الحمامة تكش وترقد، ما تاكلش ولا تشرب ولا اي حاجة، وبالتالي تموت. يعني ممكن تقعد 3 ايام تلف كده براسها وتعمل الحركات كده اللي هي بتعملها دي، وترجع بعد كده تموت تلقائي كده، معروفة. اهو الحمامة اهو يا جماعة، زي ما انتم شايفين يا جماعة الحمامة بتلف ازاي. دي مش بتبرجم ولا حاجة، انتم متهيئ لكم انها بتبرجم. هي كده بعتلي المقطع بتاع الحمام بتاعها اهو. شايفين يا جماعة الحمامة اللي عمالة تلف براسها دي. شايفين هي يعني ما شاء الله كان عندها يمكن اكتر من 30 جوز حمام. فالحمام بتاعها كله بالشكل ده، مات منه كتير جدا. يعني هي ما قالتليش كمان الا بعد ما الحمام انتهى نصه. هي طبعا دي تربية أرضية، مش تربية بطاريات ولا تربية أي حاجة. أهو شايفين الحمامة بتلف براسها يا جماعة ازاي. طبعا غرفهم حبوب في وشهم وفيهم. أهو شايفين يا جماعة اللفافان ده. أنا هقول لكم برضو العلاج إن شاء الله بعد المقطع ده هتشوفوا العلاج اللي أنا هعمله، وهو ده العلاج الوحيد. يعني مهما جبتي أدوية، مهما جبتي أي حاجة، هو ده العلاج الوحيد للحمام. ده بيبقى تجلط دموي يا جماعة، اللي بيخليه يهز براسه وبيعمل الحاجات دي كلها بتبقى تجلط دموي. والتجلط الدموي احنا عارفينه، بنبقى عارفين العلاج بتاعه. انا اقول لكم على العلاج دلوقتي كله، وانتوا هتشوفوه قدام عينكم. واستعملوه برضو للحمام بتاعكم او للفراخ، يعني مش للحمام بس، للحمام وللفراخ وللبط ولأي حاجة، لان هي دي الحاجة الوحيدة اللي بتنفع مع الحمام. مهما يعني هي بتقول انا جبت. شايفين يا جماعة الحمامة عاملة ازاي؟ مش عارفة، يعني ده دليل على ان فيها ألم في دماغها، فيها ألم في جسمها. هم كده مش يعني فيهم اللي بياكل، بس هي عايزة تاكل مش قادرة، كل ما تيجي تميل على الأكل ما تقدرش تاكل. لا حول ولا قوة إلا بالله. فهي والله زعلانة جدا، هي يعني جايباها مصدر رزق لبيتها ولولادها، وبتكسب منه وبتأكل منه طيورها. وكان شايفين يا جماعة الحمامة، لا إله إلا الله. أي الحمامة مش عارفة تعمل إيه. كله بقى الحمام بتاعها كده شغالة على كده. هي بعتلي مقاطع الفيديو دي، وقالت لي برضو انشرها لمتابعينك، وعاوزة برضو آرائهم. يعني أنا برضو عاوزة آرائكم. أنا هقدم العلاج بتاعي اللي أنا ماشية بيها على طول، وبيجيب معايا نتيجة فورية يعني. بس هي برضو قالت لي شوفي الآراء بتاع متابعينك. طبعا العلاج اللي أنا هعمله لها النهاردة، أو اللي أنا هبعته لها أهو يا أم أحمد يا حبيبتي أهو. اللي أنا هعمله بالظبط أنت تمشي عليه، لانه جاب نتيجه فعاله مع ناس كتير. وانا شخصيا اي حاجه بتبقى عندي برضو بتلف براسها انا بعمل لها كده.
غرمة ممكن برضو. انا كنت بعمله مع البط يا جماعة ومع الفراخ، بس انا برضو كنت بعمل الوصفة دي مع البط ومع الفراخ، بس كنت بحميهم. يعني كنت بمسك، كان بيبقى في عز الحر، كنت بمسك الفراخ واحميها في مية، في مية ساقعة. فالفراخ ما شاء الله كانت بتفك وكان بيروح منها كل حاجة. احنا كده يا جماعة عندنا لترين مية اهو، عندنا لترين مية. طبعا انا كده على السطح بتاعي. هو الحمام دلوقتي اللي انتوا شفتوه كان في بيتها. العلاج اللي هنعالج النهارده ده يا جماعه الاسبرين الاخضر. الاسبرين الاخضر ده كفيل بانه يعني ما شاء الله يخفف لها الحمام من اي حاجه. هو طبعا مش هيبقى برشامتين، تبقى برشام كتير لان هي عندها حمام كتير. انا بجيب لها يعني ايه الوصفه بس، وهي تجيب منها كتير. يعني انت هاتي بحوالي 20 جنيه يا ام احمد، لان انت هتحتاجي تعملي 3 ايام ورا بعض. اهو انا هطحن بقى البتاع ده. انا هطلعه دلوقتي واطحنه على قد ما اقدر، وهحطه في الميه دي. وطبعا هيبقى معانا برضو كوبايه خل، هيبقى معانا مج خل برضو هنستعمله، لان الخل حلو جدا برضو لكل حاجه. يعني الخل حلو قوي قوي لكل حاجه. ويا ريت لو عندك عسل ابيض برضو تحطي معلقه عسل ابيض. الاسبرين ده يا جماعه مفيد حتى للانسان، حتى الانسان نفسه مفيد. يعني انا كنت اول ما اشربه وانا ضرسي واجعني، كان الم بيبقى في ضرسي جامد، كان مجرد ما اشربه يخف مني. ده طبعا مج خلي كده، ده خلي التفاح العادي بتاعنا اللي بنستعمله في المطبخ. يعني احنا مش هنجيب حاجه من بره ولا حاجه، ده اللي بنستعمله في المطبخ. او ملو مج كده، ملو مج صغير او نص مج كبير. وهنطحن بقى الاسبرين ده، وهنحط الخل وهنحط الميه على بعضيهم، وهنحطهم في اللترين الميه دي، وتحط منهم بقى زي ما هي عاوزه. بس لازم يا جماعه 3 ايام ورا بعض، لازم 3 ايام ورا بعض وتحط منهم الحاجه دي. تحط الحاجه دي كده لازم يبقى متواصل على طول 3 ايام ورا بعضيهم. او طبعا انا طحنته على قد ما قدرت. طحنت الاسبرين اهو الاخضر على قد ما قدرت، دول 2 بس انا بوريكم الطريقه وانتوا اعملوا بقى. الاسبرين ده مش موجود منه كتير الايام دي، بس لو تدوري هتلاقي في اي صيدليه يعني ان شاء الله. انا احطهم كده على لترين الميه. وده كده برضو الخلطه دي انا هحطها الخلطه دي انا هحطها كده برضو للطيور للحمام بتاعي. يعني مش هرميها ولا حاجه، هحطها للحمام. هي طبعا انا رجيت الازازه كويس وغسلت بقى. لازم تغسلي وتطهري السقايه بتاعتك، او لو تقدر لو تجيبي سقايه جديده احسن. لو ما عندكش سقايه، اي صينيه قديمه عندك بس تنضفيها كويس، وتحطي فيها كده الاسبرين على الخل، تحطي للحمام باستمرار. انا حطيته بقى للحمام بتاعي. طبعا يا جماعه في ناس هتستايا في الموضوع وتقول لك الاسبرين، لا الاسبرين بيعمل معجزات، وجربي وشوفي، جربي وشوفي. انا السقايه الكبيره دي كمان انا حاطه فيها خل برضو للحمام، لان انا بحب الخل قوي قوي. حتى لو الحمام ما فيش اي حاجه ما بحط الخل. البطه دي يا جماعه نحطها كده عند الحمام، لانها كانت بتنزل تحت في الشقه اللي تحت وتعمل حمام وكده، فكانت كانت بتبهدل الدنيا. ما رضيتش احبسها عند الطيور وحبستها هنا، لان الطيور انا بسيبها وهي بتطلع بقى بتنزل على السلم وتبهدل الدنيا. انا حبستها في عشه الحمام كده واسيبها. طبعا احنا هنشوف مقطع تاني كده من الحمام. اهو الحمام برضه اهو. الحمام هو يعني مازال برضه بيلف براسه. بس اتحسن شويه، يعني اتحسن شويه عن الاول، اتحسن شويه. لانه الاول كان الحمام بتاعها تعبان جدا. هي مستمره دلوقتي في الوصفه وبتعملها.
يعني مش 3 ايام كمان، ده هي مستمرة فيها باستمرار، هي مستمرة فيها باستمرار الوصفة. وربنا يبارك لها يا رب. وبرضو انا محتاجة ارائكم، يمكن حد عنده حاجة تاني برضو ممكن اعرفها، ممكن برضو تفيدنا. لان بجد يا جماعة ده اهو شايفين الحمامة. طبعا هي هتعالج الحمام يا جماعة، وهتبعت لي فيديو برضو تفصيلي، لان ده الحمام ده كده مش بعد العلاج، ده هي المقطعان دول كانت هي بعتهم لي وانا حطيتهم هنا في الفيديو. لسه الحمام دلوقتي لسه هي بتعالج فيه، لسه ما بعتتليش حاجه. اما تبعت لي ان شاء الله واشوف واقول لكم الاسبرين عمل معاها ايه، هصور لكم الفيديو باذن الله. وقلوبنا كلنا معاكي والله يا ام احمد، ربنا يا حبيبتي يفك كربك وربنا يبارك لك، وربنا يشفي لك الحمام ويشفي لك طيورك. وابعتي لي برضو فيديو بالطيور بتاعتك برضو، احنا هنقدم الفيديو، وكل اللي عنده حاجة يعني هيقولها، وانت اعملي الصح، اعملي الصح وربنا معاكي، وربنا يشفيهم يا رب. لان صراحة يا جماعة الخسارة ما بتبقاش يعني ما بترضيش ربنا، وخصوصا الناس اللي هي ما بتصدق بقى ان هي تلقى اي حاجه تاكل منها عيش. شايفين هي ما شاء الله برضو الحمام بيتي بس حلو. شايفين الحمام يا جماعه، كميه الحمام خساره اما كميه الحمام دي كلها تموت. شايفين ما شاء الله عندها كميه حمام حلوه، ربنا يبارك لها يا رب ويزيدها من نعيمه. ويا رب نكون قدمنا اي حاجه ولو بسيطه تقدر تفيدك يا ام احمد. وان شاء الله الناس هتقولك برضو في التعليقات، هتقولك في التعليقات برضو على حلول تانية، وهتقولك لو حد حصل عنده يا جماعه الموضوع ده ويقول لنا برضو